عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد شويبس. النهاردة طبعا يا جماعة هنتكلموا عن تكملة المشروع في الحلقة الثالثة، اللي هو تربية الدواجن وضمان نجاح المشروع. واتفقنا ان احنا هنتكلم يا جماعة بالبلدي، وهنتكلم بكل بساطة وعن التعقيم وعن كل حاجة. وطبعا اول حلقة اتكلمنا عن ازاي إن يكون العلف، ازاي يكون التطهير، ازاي يكون فرش طبعا النشاره ازاي. واتفقنا ان احنا اول 24 ساعه بنحط ميه بسكر. وطبعا اول 24 ساعه خلصوا بالنسبه للكتاكيت. والنهارده هنحط اول ادويه. واتفقنا ان احنا هنعملوا الادويه عملي مع بعض، وهنشوفوا اسامي الادويه، وهنوريكم العبوات بتاعت الادويه، لان تبقى سهله طبعا بالنظر او بالاسامي. ويلا بينا نشوفوا طبعا مع بعض اسامي الادويه. واول دواء يا جماعه تويليستين. اول دواء اسمه تويليستين زي ما حضراتكم شايفين اهو. تاني دواء اسمه كيلوليستين سلفات. كيلوليستين سلفات. او ممكن طبعا عشان تبقى الكلمه اكبر اهيت. طبعا تالت دواء، ودي طبعا يا جماعه تعتبر اول تحصينه بنحطها بعد ال 24 ساعه ميه بسكر للكتاكيت. AD3EC، اللي هو ممكن لو اي حد طبعا ربى فراخ بيقولوا عليها طبعا الف دال. الف دال سيليريوم طبعا، بس دوت طبعا احنا بنجيبه حاجات كويسه وحاجات نظيفه. AD3EC. طبعا التلاتة دول يا جماعة بيتحطوا على بعض بس بإقدار معين، وهنعرفوا المقادير دلوقتي وهنعملوها عملي. يلا بينا نشوفوها كده عملي مع بعضينا دلوقتي يا جماعة. هنقوله طبعا أول دواء بالنسبة لنا زي طبعا ما ذكرنا اسمه. هنعرفوا المعايير مع بعضينا. وطبعا انا من عادتي طبعا ومن اسلوبي ان انا طبعا لما باجي اعمل لنفسي جدول بكتب على كل دواء من دوت الجرعه بتاعته. الجرعه بتاعت الدواء الاولاني اللي احنا ذكرناه طبعا نص جرام على، يعني نص جرام الشرطه ديت على لتر ميه. ماشي، رقم واحد. النص جرام يا جماعه، المعلقه ديت معيارها، المعلقه دي معيارها اللي هي معلقه الشاي اللي هي في اي بيت 2 جرام. يعني ملو معلقه الشاي ممسوحه زي ما حضراتكم شايفين كده 2 جرام. طبعا الازازه اللي معانا ديت احنا قلنا نص جرام على لتر ميه، ودول 2 لتر ميه. طبعا احنا معانا محقن صغير بنحطوه علشان خاطر طبعا الدواء ما يتهدرش او كده. طبعا الاتنين لتر ميه هيتحط عليهم جرام من الدواء دوت زي ما احنا شايفين. الجرام هيبقى نص معلقه. الجرام هيبقى نص معلقه زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحطوه. نيجي للدواء التاني مكتوب اهوت زي ما حضراتكم شايفين نص جرام على لتر ميه. وطبعا زي ما احنا قلنا ان دوت 2 لتر ميه هيتحط عليه برضو نفس الكميه. 2 لتر ميه يعني نص معلقه بتساوي نص جرام، بتساوي جرام من معلقه من معلقه الشاي. يعني النص معلقه بتساوي جرام طبعا من الدواء التاني اللي احنا طبعا ذكرناه.
هنحط كمان نص معلقه بتساوي جرام. طبعا دور المحقن ودور المعلقه بينتهي في البودر. الادويه البودر يعني بتنتهي مهمتهم في كده. هنيجي بقى طبعا ان احنا هنستخدم سرنجه. السرنجه اللي هي العاديه خالص اللي هي 3 سم. طبعا الدواء اللي هو الاخير اللي احنا اتفقنا ان هو ممكن في ناس بتقول عليه اللي هو الف د، لكن دوت يا جماعه اسمه AD3EC. وطبعا زي ما احنا قلنا طبعا جميع الادويه مكتوب عليها 1 سم على لتر ميه، سنتي على لتر ميه. طبعا دول 2 لتر ميه، يبقى هناخده 2 سنتي من الازازه ديت. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه 2 سنتي بالظبط، حتى نص الاتنين باينه. وهنحطوه دلوقتي يا جماعه. بعد ما طبعا ما حطينا الادويه كلها زي ما حضراتكم شفتوا معانا، هنقفل الازازه وهنرجوها كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين لغايه طبعا الدواء البودر والدواء السائل سهل الذوبان طبعا في قلب الازازه. ودوت طبعا اللي احنا شفناه مع بعضينا نموذج مصغر الهدف منه تعريف اسامي الادويه وشكل الابواب بتاعه الادويه. طبعا لان طبعا احنا ما استكفيناش ان احنا نقولوا اسامي الادويه، لا احنا وريناكم طبعا كمان العبوات اللي هي بتاعه الادويه. لان طبعا حتى لو الصيدلي بتاع الادويه بتاعه الفراخ هيدي لك حاجه تانية، انت طبعا هتبقى عارف شكل الادويه بتاعتك عامله ازاي. وبالنسبه حضراتكم لل2 لتر دول، انا عندي طبعا الكتاكيت مش هتشرب 2 لتر. احنا طبعا بنمشي على حسب الكميه الموجوده، سواء 50 سواء 100 سواء 200، بنمشي على نفس الكميه الموجوده. وفي حاجه كمان عايز اقولها، ان احنا هنبتدي من ساعه معينه. يعني حضراتكم لو حد عنده مثلا 100 كتكوت، ال 100 كتكوت دول مثلا بيشربوا 5 لتر. 5 لتر دول احنا لو حطينا سي مثلا ال5 لتر دول الساعه 6 الصبح، هنعدي عليهم 24 ساعة. ال 24 ساعة دول يا جماعة لازم يعدي عليهم تاني يوم 6 الصبح. لقينا المية يعني مكفياهم زي ما احنا على 5 لتر. أولا ما بنهدرش أدوية، ثانيا بنعرف مقدار الكمية اللي عندنا بتشرب ايه. وطبعا من الصح والمفيد ان الكمية تزيد يوم بعد يوم او يومين بعد يومين. يعني النهارده لو بيشربوا مثلا 5 لتر، بنعدي 24 ساعه. طبعا النهارده مثلا الساعه 6 الصبح هنحط لهم، يبقى الساعه 6 الصبح بكره طبعا هنحط لهم لازم بعد يومين على الاقل هنزود 2 لتر. لان طبعا حضراتكم اللي بيخش طبعا على المزرعه بتاعته، طبعا احنا بنتكلم طبعا مهتمين بالنموذج الصغير اللي هو مش المزارع الكبيره، لان المزارع الكبيره طبعا بيبقى عندهم المعلومات الكافيه. بنتكلم اي ست بيت او اي راجل او اي شاب عامل الموضوع دوت، انت هتخش او هي هتخش على الحاجه بتاعتها هتلاقي ان الميه خلصت، هتزود. مش مشكله لو مثلا هنلاقي في السقايات حاجات صغيره وجينا مثلا بعد 24 ساعه الميعاد اللي هنحط فيه هنشيل فيه. لو لقينا حبه صغيرين مش مشكله، المشكله ان احنا نلاقي الميه خلصت. في الحاله ديت احنا طبعا الازاز اللي هي ال 2 لتر بتاعت البيبسي ديت معروفه ان هي 2 لتر. يعني 5 ازايز مثلا، يبقى هنقول 2 4 6 8 10، يبقى احنا عارفين ان احنا بنحط 10 لتر. يبقى احنا لما نلاقي الميه خلصت هنزود
ازازه كمان، يبقى احنا كده هنحط 12 لتر وهكذا. والنهارده اتعرفنا على اسامي الادويه وازاي نعمل له الادويه وقلنا ان احنا هنعمله جرعات ازاي، والكلام ده طبعا يا جماعه هنمشي عليه لمده 4 ايام متصلين، وبعد الاربع ايام نتقابلوا تاني تحت شعار يلا بينا ننجح مع بعض وضمان نجاح المشروع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.